تخيل كده تصحى الصبح تلاقي إن الأخبار كلها بتقول إن مصر دخلت في حرب مع الكيان الصهيوني. يا ترى إيه اللي ممكن يحصل ساعتها؟ ومن هي أهم الدول اللي ممكن تشارك مع مصر في حرب زي دي؟ وهل يا ترى الصراع ده لو حصل هتبقى المواجهة بطريقة مباشرة ولا بطرق تانية؟ ويا ترى إيه هي أهم السيناريوهات اللي ممكن تدور لو فعلا مصر دخلت في حرب حقيقية مع الكيان؟ خليك معايا على لمبة من جاز عشان نقدر نفهم الصورة كاملة. وسط التصعيد اللي بيحصل وخصوصا على الحدود المصريه دي، تفتكر فعلا مصر ممكن تدخل في حرب مع الكيان المحتل؟ وايه هي اهم السيناريوهات اللي ممكن تحصل خصوصا على المستوى الاقليمي؟ وهل مصر عندها القدره الاقتصاديه اللي فعلا ممكن تدخل بيها في حرب زي دي؟ وركز معايا، انا هنا بتكلم عن القدره الاقتصاديه ما قلتش القدره العسكريه، وخصوصا بعد القرارات الجديده اللي فرضتها الولايات المتحده في الوقت الحالي. وهنا نيجي للسؤال المهم، ايه اللي ممكن يحصل لو مصر فعلا دخلت في حرب مع الكيان المحتل؟ اولا كده، لو مصر دخلت في حرب مع الكيان المحتل هيكون لها تبعات خطيره جدا على المستوى الاقتصادي او المستوى العسكري والمستوى الاقليمي والمستوى السياسي. خليني اوضح لك بعض السيناريوهات المحتمل حدوثها لو فعلا الحرب دي تدار. خليني قبل ما ندخل في السيناريوهات المحتمل حدوثها نعمل مقارنه بسيطه جدا ما بين قوه الجيش المصري وقوه الكيان المحتل. اولا على المستوى العسكري، لو حبينا نعمل مقارنه ما بين قوه الجيش المصري وقوه الجيش الاسرائيلي، فالجيش المصري يعتبر من اقوى جيوش المنطقه من حيث العدد والتسليح المتنوع، خصوصا الدفاع الجوي والقوات البريه والبحريه، ناهيك عن تعداد الشعب المصري اللي بلغ اكتر من 100 مليون نسمه، اللي في لحظه واحده ممكن يتحولوا لمشاريع حرب. واسرائيل برضه عندها تكنولوجيا متطوره جدا وانظمه دفاع جوي متقدمه جدا زي القبه الحديديه. الحرب دي لو دارت هتكون دمويه ومكلفه جدا للطرفين، خصوصا لو كانت حرب تقليديه. اما بقى لو اتطورت وبقت حرب غير تقليديه زي مثلا تدخل اسلحه متقدمه او اسلحه نوويه او حرب سيبرانيه، هتكون اخطر بكتير. اما بقى لو جينا لنقطه ثانيه وهي الدعم الدولي، فانت عندك اسرائيل هتلاقي دعم واضح جدا من امريكا ومباشر وكمان من الدول الغربيه. اما بالنسبه لمصر فممكن تلاقي تعاطف شعبي وعربي واسلامي كبير، وركز تعاطف، لكن الدعم الرسمي من الدول العربيه هيعتمد على التوازن السياسي بين البلدين. اما بقى لو رجعنا للجبهه الداخليه، الوضع الاقتصادي في مصر هش شويه، فالحرب هتضغط عليه جامد من ناحيه الاقتصاد. اما بقى بالنسبه لاسرائيل ممكن تقابل شويه ضغوط داخليه من مستوطنيها، خصوصا لو في ضربات قويه وصلت للعمق لاسرائيل. وهنا هاخدك معايا في نقطه ثانيه اللي هي على الصعيد الاقليمي، ممكن الحرب تتوسع وتدخل فيها اطراف ثانيه كتير زي حزب الله وحركات المقاومه في غزه والحوثيين في اليمن. بالنسبه للوضع على الحدود عندنا في سيناء هيكون الوضع مشتعل جدا، وهنا فعلا الخسائر البشريه والماديه هتكون ضخمه جدا، ناهيك طبعا عن الضرر اللي هيحصل لو تم ضرب المطارات او البنيه التحتيه او الكهرباء او حتى المولدات النوويه. في رايك بقى ده ممكن يحصل امتى؟ بص يا صديقي، هو حاليا مصر بتحاول تمسك العصايه من النص، وعلى قد ما تقدر بتحاول تحافظ على السلام الرسمي مع اسرائيل مع الدعم الكامل للقضيه الفلسطينيه. اما بقى لو حصل تهديد كبير في غزه او تهديد مباشر للامن القومي المصري، وخاصه لو نفذوا عمليه التهجير او عدوان مباشر على الحدود، ممكن ساعتها الموقف يتغير تغير جذري. وهنا اكيد جايب بالك سؤال مهم، من هي بقى الدول اللي ممكن تقف مع مصر في حرب زي دي؟ ده سؤال مهم جدا، خليني اجاوبك عليه بشكل واضح وصريح وبشكل تحليلي واقعي حسب الوضع الاقليمي. في دول ممكن تقف مع مصر سياسيا، اقتصاديا، عسكريا او حتى لوجستيا. خليني اعرض لك بعض الدول العربيه وحسب موقفها الحالي مع مصر. عندك مثلا دوله زي دوله الجزائر، ودي تعتبر من اكثر الدول العربيه اللي ممكن تدعم مصر بشكل مباشر، سواء كان سياسيا او عسكريا او حتى ماديا، لانها دايما كانت ضد التطبيع ومع القضيه الفلسطينيه. ولو الوضع الداخلي استقر في سوريا فهي ممكن تتضامن مع مصر سياسيا وعسكريا ميدانيا، لانها المفروض انها عدو تقليدي للكيان المحتل. والحوثيين في اليمن هيهاجموا اسرائيل بصواريخ في باب المندب، ومن المتوقع ان حزب الله في لبنان هيضرب من جهه الشمال، وده طبعا هيخفف الضغط على مصر بشكل كبير. اما بالنسبه للعراق وده موقفها مش محسوب، وخصوصا بعد قرار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بأن مصلحة العراق أولوية ولا مجاملة مع أي طرف داخلي أو خارجي. بالنسبة بقى لتركيا وإيران، فمن المتوقع أن إيران تدعم بقوة سياسية وعسكرية وإعلامية من خلال أذرعها زي حزب الله والحوثيين. أما بالنسبة لتركيا فموقفها هيكون معتمد على العلاقات اللي ما بينها وما بين إسرائيل، وخاصة أن في الوقت الحالي في توتر وتصعيد في العلاقات بعد ضرب إسرائيل للمطار في سوريا ووفاة 3 ضباط من الاتراك. اما بقى بالنسبه للدول الغير عربيه زي مثلا باكستان، ودي ممكن تدعم سياسيا وعسكريا زي مثلا تقدم لك سلاح او تدريبات، وخصوصا ان باكستان عندها موقف ضد اسرائيل. اما بقى بالنسبه لروسيا والصين فدول اكيد هيقفوا مع مصر بس مش بالعلن. ومن المتوقع كمان ان روسيا والصين يدعموا مصر بشكل غير مباشر، سواء كان بشكل عسكري او اي ضغط على امريكا، وخاصه ان في اصلا علاقات اقتصاديه متوتره ما بين الصين وما بين امريكا. وهنا في ملاحظتين مهمين جدا، ان مش كل الدول
اللي هتتعاطف مع مصر هتدخل فعليا في الحرب، لان دي حرب ضخمه ومكلفه. فالدعم غالبا هيكون سياسي او اعلامي، وبعض الدعم هيكون بشكل غير مباشر، سواء كان مثلا دعم عسكري او دعم سياسي زي تقديم سلاح او معلومات او تمويل. الشعوب العربيه كلها تقريبا هتدعم مصر، وهتبص لمصر على انها دوله قائده لمعركه اسمها معركه الكرامه. وهنا في سؤال مهم، تفتكر وسط الاحداث ديت ممكن فعلا الموضوع ينتهي بحرب، ولا انت متوقع ان في سيناريوهات تانية هتدور؟ بص، هو اللي بيحصل دلوقتي في المنطقه وخصوصا في غزه والضفه والحدود مع لبنان بيخلي الناس تسال السؤال ده كل يوم، هل فعلا الامور رايحه لحرب كبيره؟ خليني اكلمك من وجهه نظري وبصراحه، في 3 سيناريوهات محتمله. واول السيناريوهات تصعيد كبير لكن بدون حرب شامله، وده يعتبر الارجح حاليا، وده اللي احنا فيه دلوقتي. ضربات من اسرائيل وردود من غزه ولبنان واليمن. مصر حاليا بتحاول توازن وتمنع تهجير الفلسطينيين وتحافظ على امنها القومي. امريكا والغرب مش عايزه حرب شامله دلوقتي، لان ده هيولع في الشرق الاوسط وهيأثر على مصالحهم الاقتصاديه، والنتيجه ان الوضع هيفضل على صفيح ساخن. هيحصل تصعيد من وقت للتاني، لكن كل طرف هيحاول يفضل تحت سقف الحرب الشامله. اما بقى بالنسبه للسيناريو الثاني، فممكن يحصل شراره كبيره تؤدي الى حرب اقليميه، وده بالاغلب هيحصل لو اسرائيل حاولت فعلا انها تهجر الفلسطينيين من ارضهم، او ضربت ايران او لبنان بشكل مباشر، او لو حصلت ضربه كبيره على الحدود المصريه، وزي ما مصر قالت الصين خطها. وقتها هيحصل التالي، ان مصر تتدخل بشكل مباشر، حزب الله يضرب من الشمال، او ايران تتدخل بدعم غير مباشر، ان اليمن تستهدف السفن الاسرائيليه والامريكيه، وامريكا تتدخل علشان تدافع عن اسرائيل. وده طبعا هيبقى صدام اقليمي كبير. ونيجي بقى للسيناريو الثاني، هدوء مؤقت واتفاق سياسي، وده هيحصل لو امريكا ضغطت على اسرائيل انها تعمل اتفاق لوقف اطلاق النار حتى لو مؤقت. وده لو حصل فعلا بيحصل تهدئه بغزه واعاده اعمار. وهو كدابه كتير من اسرائيل، وده حصل كتير قوي قبل كده، لكن المشكله ان هم بيرجعوا كل مره بنفس الوحشه. وفي رايي الشخصي، لو اسرائيل ما بطلتش تصعيد وتنازلت عن فكره انها تهجر الفلسطينيين من ارضهم او ضرب مصر بالغلط، الحرب دي هتحصل فعلا. لكن اغلب الظن ان العالم كله هيحاول بكل الطرق ان هو يمنع الحرب ديت من انها تقوم، لانها مش هتبقى حرب عاديه او حرب سهله، لان دي ممكن تبقى بدايه تغيير شكل المنطقه كلها. وفي الاخر حابب اقول لك ان الحرب ديت مش لعبه ومش قرار سهل، ولكن لو فرضت على مصر فالرد هيكون كبير، ومش هينفع حد يجي يقول ما كانش في حل تاني. واللي بيحصل حوالينا مش بعيد عننا، وكل يوم بنقرب اكتر من لحظه ممكن تغير شكل المنطقه بالكامل. ودي كانت لمحه تحليليه على لمبه من جاز. وما تنساش بقى اللايك والشير، وما تنساش تقول لي رايك في التعليقات.